رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبق أن أشرنا في أحد إشراقات هذه السلسلة إلى أن التقوى أعظم مقاصد الصيام، بل هو المقصد الأصل من تشريع الصيام وفرضه في الإسلام. ونقف اليوم مع مقصد تابع لمقصد التقوى، إنه مقصد الهداية، انطلاقا من قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فقد بدأ الحق سبحانه هذه الآية بذكر هذا الشهر العظيم المبارك، شهر رمضان، شهر الصيام، وفي هذا التقديم تشريف وتكريم وتأكيد لفضل هذا الشهر على باقي الشهور، وإشارة إلى علو مكانته ورفعته بينها. وبعد أن بين سبحانه وتعالى فضل هذا الشهر العظيم وسمه بخاصية عظيمة هي نزول القرآن، فقال جل شأنه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وفي هذا بيان لفضل رمضان من خلال ذكر نزول القرآن الكريم فيه، كما أن الهداية ارتبطت بالقرآن والقرآن ارتبط برمضان، وفي هذا دليل على تلمس قلوبنا الهداية في هذا الشهر العظيم، وإن كان الإقبال على الهداية يتيسر في سائر الأيام لتميز الشهر الفضيل بخاصية الصيام التي تعين على انقطاع النفس عن الشهوات وترك الملذات وتصفيد الشياطين وفتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار، الأمر الذي يضمن صفاء الروح ويقظة الضمير وقوة الإرادة. والمقصود بالهداية اتباع شرع الله، وسمي اتباع شرع الله هداية لأنه يرشد الإنسان إلى الحق ويبصره به. ففي رمضان يكون الصائم قابلا للاهتداء بكل ما يتضمنه القرآن، وقوله تعالى: وبينات من الهدى والفرقان، فيه إشادة بفضل القرآن وتنويه بما فيه من الهدى والفرقان، ودلائل وحجج واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دلائل تؤكد أن هذا القرآن هو من عند الله، نزل هاديا للناس إلى طريق الحق، مبينا لهم سبيل الهداية، فارقا بين الحق والباطل، مرشدا لهم إلى ما فيه كمالهم وسعادتهم في الدارين. فلا يوجد شهر يجعلك أكثر استعدادا للهداية مقبلا عليها وعاملا بها من غير شهر رمضان، شهر القرآن. لذا يجب علينا أن نطهر قلوبنا وأن ننقيها لتلقي هذه الهدايات، بصيام النهار تربية وتزكية، وبقيام الليل صلاة وخشوعا، وبلزوم القرآن تلاوة وتدبرا وعملا. علينا أن نسارع إلى ما طلب ربنا سبحانه وتعالى، وأن نحسن الاختيار لأنفسنا بزيادة العبادات وطهارة العادات وحسن المعاملات والابتعاد عن المحرمات، وأن نرسخ في أنفسنا القيم التي هدانا سبحانه وتعالى إلى العمل بها طيلة الأيام بعد شهر رمضان. علينا أن نكون من أهل الطاعات كي ننال فضل الله علينا في هذا الشهر الكريم، فكل منا يأخذ من هذا الشهر على قدر عمله وإخلاصه وجده واجتهاده. ومن أعظم هذه الطاعات شكره عز وجل على نعمه، لذلك ندبنا سبحانه وتعالى إلى تكبيره وشكره على نعمة الهداية في آخر الآية، بعد أن بين وجوب الصيام على المكلف وترخيصه للمريض، حيث قال جل شأنه: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. علينا أن نغتنم شهر الصيام
ونهتدي بهدي القرآن لننال الفضائل التي أودعها سبحانه في أيامه، والخيرات الكامنة في ذاته، كشهر عظيم مبارك، لأن بركته تشمل كل الخلق وتفتح باب الهداية لكل الناس، وذلك من كبير فضله وواسع رحمته عز وجل. اللهم ارزقنا حسن تدبر القرآن وحسن تلاوة آياته. اللهم اجعلنا ممن يفهمون معانيه ويفقهون أسراره. اللهم اهدنا إلى تطبيق أحكامه والعمل به. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.